ادي يا شيكابالا يا كذاب تاني، يا كذاب يا اللي قلت الحجز اترفع. الحجز ما اترفعش يا كذاب الا بعد ما مشيت انا، يا كذاب تاني. خلاص هو قال لي بقى، ما قال يعني بقول لك كذاب، هم اضربه غريب قوي. انا وصلت له هو كذاب. وما تنطعش يا شيكابالا احسن لك. كذاب ومتآمر، ومتآمر على اللي جابه من التراب قال له اطلع. ها؟ كان خلص شو مشطب. هوريك بقى شيكابالا الكذاب بحديثه اللي انت قلت عليه يا باشا. ده عمل بيان رسمي كمان اللي مش عايز جروس. ما هو ده بقى يا جماعه اللي بيشجع شيكابالا يبقى من زملكاوي خلاص. اللي بيشجع النادي بيشجع نادي. سبحان الله، لاعب بقى له 4 سنين جاب جونين، عيب. مش لاك ده ايه؟ ده مش لاك ده يطلع متين ابوك. فسخ عقده النهارده يا باشا حقه، مش اداهم انذار وما ردوش وفضحوه. ولد مؤدب يا باشا، عادي عادي، مفيش حد بيحاسب. العيال دي محميه. هو سياده الريس، العيال دي محميه. لو حضرتك طلبتني اقول لك مين حاميهم، انا بخاطبك انت يا سياده الريس. هقول لسيادتك مين اللي حاميهم، ومين سندهم، ومين اللي جابهم، ومين اللي طردنا، ومين اللي حبسني، ومين اللي عزلني وزاد. ده انا لو ارهابي مش هتعمل معايا كده. ده الاستاد يا باشا، دي تاريخ التربه اهو، جاي من كليه الهندسه جامعه القاهره. يقول لك احنا مش لاقيين ناكل مليونيرات، اصل احنا معانا مدحت العادل، معانا امريكانيين. تاني بقول اهو، ما حدش فيهم دفع للنادي جنيه، لا جنايني ولا مدحت عادل ولا حد. مش عايز منظره، كفايه. قلت لكم انا طلبت منكم مره 100,000 جنيه عشان اكمل فلوس، لان كمال درويش ما كانش عايز ابراهيم السعيد. ياسمين بنت الحاج محمد حافظ الحلاق دي ثانيه واحده، دي الزوجه الثالثه. الزوجه الاولى احنا هنتفرج بقى المره الجايه بقى صوت الصوره. اسمها الهام، لما كان بيلبس شبشب زنوبه وبيلعب في المحله وغلبان. اسمها ايه بقى؟ هجيبها لكم صوت وصوره. تمام احنا كده؟ كده الاولى دي سليم. اللي فرط في الست اللي وقفت معاه وهو السنكوح مش هتفرط في نادي عريق عظيم اسمه الزمالك. ده طبيعي. الفيديو اللي جاي او ما تيجوا المره الجايه هوريكم وهي الهام بتكلمه وبيقول لها انت وش السعد، وبعديها الست ياسمين قال لها انت وش السعد، وبعديها البت داليا قال لها انت وش السعد. الله يخرب بيتك، هو انت ايه ده؟ وبقول للواد اللي بيقل ادب، اصل امام علم عليكم. لا امام ما علمش علينا. انا بقول لرئيس اتحاد الكوره انت نايم فين لما يكون في تسجيل صوتي 2 لعيبه عندك في المنتخب بيجيبوا مخدرات من بره زي ما البنت مراته قالت. اول حاجه اجيب البنت اسالها دليلك ايه، لو طلع كده اشطبهم. انما اصل الزملكاويه محروقين مش هو اللي مشي. انا سبحان الله الزمالك هيتحرقوا ليه؟ يعني اذا كان ابن شرقي راح عادي احتراف تمام. وفي واد شغال خدام عند ممدوح عباس اسمه عيد الفراج بتاع ام بي سي بالجزمه. الواد في السعوديه بالجزمه. انا دخلت عليه في يوم البتاع وقعد في الاستوديو بيعمل كده. موجود مدحت. نعم يا ابني شو بقى بس يا قول شوبير. لا مدحت قعد ما يكلمنيش انا. لا بيكلم يعني ليه مالوش كلام معايا؟ انا غصب عنك يا مدحت تاني زي ما بعت لك. علي المستشار مرتضى منصور، مش اسمي رئيس النادي السابق. كده فاهم؟ لما يحكي اللي كان هينط من البلكونه وهينط من الشباك فخ صوتك. كلم عني كلم ادب. يرحم اخوك. وتحديت الكلاب حد يهوهو ويرد. ما انتوا كنتوا عارفيني عند الواد ابراهيم عبد الجواد والواد كتكوت ولا حتحول دون، ها، وعند مين تاني؟ ما انتوا عارفيني عندهم. تفتح ده تلاقيهم هنا انا ابن المندوب، انا ابن قرفتونا. ما تيجوا هنا تواجهوني، مش انا في الدعوه قلت لكم تعالوا وما تخافوش. مش انتوا كلكم قريتوا الدعوه؟ مش هعلق حد من رجليه فيكم. مالكوش حجه سنه اقول لكم تعالوا مش هعلق حد من رجليه، انتوا اللي ما جيتوش. حصل تفاوض او حديث على محمد شريف او رمضان صبحي
انا من الحقيقه لا، ما سمعتش، ما عنديش فكره الحقيقه. احنا كنا مركزين في ملفات معينه، انما ما حصلش اي كلام حتى احنا مع بعض على موضوع محمد شريف او رمضان صبحي يعني. ممكن الاثنين كانوا يبقوا اضافه للزمالك ولا الامور ماديه، ولا لا فنيا انتم مش في احتياج بيهم؟ مفيش شك ان هم لعيبه كويسين جدا، انما ما اظنش ان هم مناسبين دلوقتي في الوقت الحالي للزمالك يعني من جميع النواحي، يعني سواء كان من النواحي الماليه من النواحي الماديه. وزي ما اتكلمنا في الاول انك انت بتتكلم في حدود بادجت معين، والبادجت ده لازم بكرر تاني ان كان مهم قوي ان احنا اللعيبه اللي تيجي ما تكونش لعيبه يكون الباب متوارب برضو، ان انت ما ينفعش تاخد لعيب وتعمل تعاقد 3 سنين وتدفع مبالغ كبيره، وممكن جدا اللاعب ما يكونش موفق مع النادي يعني. فما اظنش ان ده مش وقتهم يعني. نادر السيد ده عجيب، لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي، انا كلاوي شال في قاتل الاهلي، بعد كده رجع لك يا زملكاوي، وابنه حارس مرمى في الزمالك، وبنته بتلعب سله في النادي الاهلي، وموجود في اللجنه بتاع الزمالك قاعد عمال يتكلم مش عارف ايه. حيرتني يا عم معاك.